دي بجد اللي يتقال عليها بقى النهايات السعيدة، ان انت تخلصي المواعين كده، ده بالنسبة لنا احلى احساس في الدنيا. وان الحوض يكون فاضي دي اهم حاجة. المهم ان المواعيد طبعا ما خلصتش بكل السهولة دي. شايفين كمية المواعين اللي كانت مترقمة، وما هنش عليا ان انا اغسلها لوحدي، كسلت بصراحة فقلت اشارك معاكم. تعالوا بقى اول حاجة نبدأ بالكوبايات. طبعا دي حاجة اساسية عشان خاطر السلكة بتبقى نظيفة. انا حاجة دي اتعلمتها، السلكة لسه بتبقى نظيفة عشان خاطر ما تتدهورش طبعا من الاطباق بقى ويكون فيها اكل والكلام ده كله. فبنبدأ الاول بالكوبايات. انا بدأت هنا اغسل بقى الكوبايات كده، لان كان في برضو كوبايات لازق فيها شاي وسكر وكده. فبدأت ان انا اول حاجة ابلها بمية كده، وساعات كمان بسيب الكوبايات يوم كامل في المية لحد ما تبوش خالص. بس انا لقيتها يعني مش محتاجة ان هي تفضل كتير. بدأت بقى ان انا كل لما الاقي واحدة كده لسه لازق فيها الشاي او السكر، ابدأ ان انا ابلها الاول، وبعد كده ان انا اغسلها بالسلكة. وبقى بدأت بقى ان انا اشطف في الخطوة دي. كنت بوريكم كوباية كده ان انا شطفتها كانت طالعة ان هي كويسة يعني. وبدأت بقى ان انا اعمل كل الكوبايات واشطفها. انا هنا غسلتهم خلاص، بدأت ان انا اشطفها على طول واحطها في المطبقية. هي بتبدأ ان هي بقى تصفي في المطبقية عادي. فما يعني مش بحطها في حاجة خارجية ان هي تصفي وبعد كده ارصها، لا عشان ما تبقاش خطوات كتير. انا بدأ ان انا ارصها على طول في المطبقية وهي بتصفي جوا عادي. هعمل بقى كل الكمية كده اللي معايا. كان بجد كان في كوبايات كتير قوي مش مغسولة، فبدأت ان انا اغسلها الاول واخلص من الكوبايات الاول، بحيث كمان ان انا افضي مكان جوايا، ان انا افضي بقى مكان ان انا اغسل فيه بقى الاطباق والكلام ده كله يبقى جنبي كده فاضي. بحيث ان انا اغسل الاطباق واحطها جنبي على طول. لكن المكان لو جنبي بيبقى مليان، مبقاش عارفه احط الاطباق فين، فبتضايق. فبفضي المكان كله الاول، وبعد كده ابدا بقى ان انا اغسل الاطباق كده واحده واحده. انا بغسل ترتيب الكوبايات الاول، وبعدين الاطباق، وبعدين الحلل. مش عارفه بتبقى بالنسبه لي اسهل يعني. مش عارفه بقى انتوا بتعملوا الترتيب ازاي، بس انا كده بالنسبه لي اسهل. باخد الحاجات السهله الاول، بعد كده انزل على الحلل بقى. الحلل طبعا بتبقى كل الوقت اللي انا بغسل فيه الاطباق ديت بتبقى نازله عليها ميه. فطبعا لو فيها اي حاجه ماسكه يعني بتدوبها الميه، بتدوبها طبعا بتفضل فتره طويله عم اغسل كل الحاجات دي. المية بتدوبها طبعا على ما اخلص الاطباق واخلص الكوبايات بيكونوا دابوا وخرج منهم اي حاجة. فدي طريقة كويسة اوي لو انتوا مثلا حابين تشوفوا مثلا عاوزين تبلوا الحلل الاول، فسيبوها تحتكم كده في الحوض، تنزل عليها ميه وانتوا بتشطفوا وبتغسلوا. هتلاقيها على ما خلصتوا الاطباق والكوبايات هتلاقي الحلل دبت خالص. انا بالنسبه لي اصلا الحلل دي خطوه رخمه وما بحبش اغسل الحلل خالص. بغسل الكوبايات عادي والاطباق بتبقى بالنسبه لي سهله يعني. انا مليت الحوض هنا، هبدا بقى ان انا اخلص كل اللي كان معايا الاول، بعدين افضي الحوض، بعدين ابدا ان انا اكمل بقى. خليت بقى الحوض نزل كل المية اللي فيه، وهبدأ بقى ان انا اخد بقية الحاجات اللي معايا. كان ده طبق برضو كنت سايباه يخمر برضو لحد ما يطلع منه كل حاجة. ودي غطا حلة. بدأت بقى في الحاجات اللي انا ما بحبهاش اللي هي الحلل، بالنسبة لي حاجة رخمة اوي وصعبة اوي الحلل دي. بس الحمد لله يعني ما كانتش كتير، كانت الاطباق والكوبايات هي اللي كانت كتير. فبدأت بقى ان انا اخلص كده كل الصواني والحلل اللي معايا. وكان في اطباق برضو تاني ما خلصتش، وغطا حلة وحلة تاني. الحمد لله ما كانتش الحلل كتير، فدي حاجة بالنسبة لي احسن يعني، برتاح اكتر لما بيحصل كده. خلاص بقى هنا خلصت. بدأت بقى ان انا طبعا لما بخلص كل المواعين بغسل الرخامة كده من الجنب ومن الحوض. مكان المواعين طبعا بيبقى فيها اكل وحاجات كده فبغسلها. متعودة ان انا اعمل كده يعني، اغسل كل الجناب كده، وابدأ ان انا بقى افتح الحنفية وانزل كل بقى الصابون اللي انا عملته ده. دي اكتر خطوة انا بحبها قوي، ودي بقى المرحلة اللي انا وصلت لها بتبقى مريحاني. ولو انا خلاص خلصت كده دي بتبقى اخر خطوة. فبالنسبة لي بقى ايه، يلا استحملي دي اخر خطوة وخلاص احنا خلصنا كده المواعين وخلصنا يعني الحمد لله. ببدأ بقى ان انا لقيت شوية حاجات كده فايضة من الاطباق اكل يعني فشلتهم. بس دي هي النهايات السعيدة بقى اللي كل اي حد عليه المواعين بيستناها. فدخلت بقى بعد ما خلصت المواعين على الرخامة، بدأت بقى ان انا اشيل كل الحاجات اللي على الرخامة كده.
بنقلهم في مكان تاني طبعا علشان اسيب الرخامة فاضية. ابدأ ان انا اغسلها كويس. فضيت بقى كل اللي كان على الرخامة، زيت بقى وخل وملح وحاجات كده. بدأت بقى ان انا استخدم الاكياس علشان خاطر انا اقول لكم على خلطة حلوة قوي. انا بستخدم صابون سائل. طبعا لازم تلبسوا بقى جلافزات علشان خاطر الكلور يعني ما يضرش ايدكم كده. بستخدم صابون سائل عادي اللي بنستخدمه بتاع المواعين عادي، وبحط عليه شوية كلور. كلور يكون مركز، ده كلور كان مركز. وبدأت بقى ان انا احط كده شوية واغسل بقى الرخامة. وطبعا اضغط شوية كده وانا بغسل يعني بالسلك، واضغط عليها شوية علشان لو في اي حاجة لازقة بتبدأ ان هي تطلع. وكمان لو سبت الكلور فترة اطول على الرخامة بتبدأ ان هي تدوب كل الحاجات دي من غير ما تغسلوه. فانا ما سبتوش فترة، انا بس بدأت على طول اول ما حطيت الكلور والصابون كده بدأت ان انا اغسل على طول. وكمان بقى بعد ما اتاكدت ان خلاص كل حاجه نطفت، حطيت كمان اللي هو المعطر ده بتاع الرخام وبتاع الزجاج وبتاع الخشب. بيدي ريحه حلوه جدا، كان بجد بيدي ريحه حلوه جدا وانا بعمل. وبشطفه كده عادي باي قماشه نظيفه، وابدا بقى ان انا ارص بقيه الحاجات. بقى كده خلصت الرخامه. هنا بقى كنت غسلت خلاص البوتاجاز. هو كمان خدته بالمره، كنت غسلته بالصابون كده وبدات ان انا اكمل عليه. بس كده خلصته.